السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير كعب الغزال. غنحتاجوا المقادير التاليه: 4 ديال الطحين فرص ممتاز، معلقه ديال السكر كلاصي، نص كاس صغير ديال الزبده مذوب، معلقه ديال البيض، نص كاس ديال الماء زهر، نص كاس ديال الماء عادي، قريصه الملح. بعد ما كنخلطوا المقادير كاملين كنحصلوا على عجينه بحال هذه مزيانه، ما قاصحه ما جاريه، باش تعاوننا في تحضير الكعب الغزال. بعد ما حربلنا العقده على هذا الشكل غندوزو نسرحوا العجينه. الحريبلات ديالنا ها هما وجدوا على هذا الشكل هذا. كنسرحوا العجينه بهذه الطريقه هكا، نسرحوها مزيان، نرققوها بهذا الشكل هكا كتجي رقيقه. بعد كنديروا الحريبلات في اللوز، كنشدوا العجينه نحيدو هذا باش ما يرصدش، كنشدوا العجينه كندخلوها بهذه الطريقه هكا، كنديروا لها هكا، كنثبتوا العجينه باش ما تطلعش، ونقوسوا من الاسفل الى الاعلى على شكل قوس. نعاودو نديرو نصاوبو هاد الشكل هكا، كنبقاو بشويه كنقوسو هكا. حتى كنحصلو على كعب بهاد الشكل. كنشدو الجراره ولا الناعوره، كل واحد شنو كيسميها، وكندورو بهاد الطريقه، كنخلو واحد شويه ونقطعو. الكعبه ديالنا بهاد الشكل هكا. نعاود نوريكم واحده اخرى. كنسرحوا العجينه كنسرحوا العجينه مزيان، بالشكل هذا نخلطوها مزيان. كنديرو هكا، كنهزو حريبلات اللوز، كنغطيو بالطريقه هذه، نديرو بالصباع هكا، نخرجو داك الهواء اللي كيبه بهذا الشكل. كناخذوا الجراره او الناعوره، كندوروا بهذا الشكل هذا، نقطعوا العجينه كيبه على هذا الشكل. ها هو الكعب ديالنا بعد ما كملناه في التصاويب. خليناه ليله كامله بايت باش يشرب اللذان ديالو. كناخذوا الزبده ندوبوها وكندهنوه من الفوق مزيان بحال هكا، بالطريقه هذه بحال هكا، كندهنوه بهذه الطريقه هذه هكا، وكنشدو نفيته بما دوزناها من العافيه، كنتبقوا بها الكعب 3 المرات، 1 2 3.
1 2 3 1 2 3 وكندخلوه الفران يطيب على عافيه مهيله باش ما يتحرقش لينا لانه اللوز دغيا كيطيب. كما كتشوفوا الكعبه هو بعد ما طيبناه في الفران. كنتمنى تعجبكم الوصفه. شاركوا معنا بالاراء ديالكم، تابوناو معنا في لاشين. مرحبا بكم.